السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بنتكلم مع بعض الطحينة البودرة والطحينة الخام. ده سوداني اللي انا استخدمت ربع كيلو وربع كيلو سمسم اللي انا استخدمتهم، وحطيت كوباية دقيق معاهم. حطيتهم على النار شوية يتحمصوا، يعني مش يتحمصوا، يطلع منهم بس الرطوبة كده، يبقى دافين شوية. وكده انا طحنتهم في الكبة. بصوا كده بقت باقي معايا بودرة، هتلاقي سنة ملح صغير. هقسم نصها كده اخليه بودرة عندي، وهستخدم كده بقى هطحنه في الكبة عندي. حطيت للكميه دي كلها، حطيت كوبايه زيت وضربتها في الخلاط. وكده معانا طحينه كده الخام، ومعانا الطحينه البودره شايلاها دي. كده بقى الطحينه الخام اللي انا عملتها، والطحينه البودره نيجي كده احطها في بطه وانا اشيلها، عاوز اي وقت عاوزه ابقى اعملها. وتعالوا بقى اقول لكم بنعمل من الطحينه تاني. دي بقى الطحينه اللي هي بتاعت المحلات بيعملوها بالظبط. طبعا جبت الرغيف بلدي، بليته شويه، خليته بقى طري، حطيته في الكبه، ضربته الاول، وبعد كده حطيت بالكميه دي كلها، حطيت 3 معالق بس طحينه. بصوا معانا طلع طبق قد ايه، بس كانت تحفه جدا. طبعا ظبطتها، حطيت لها كمون